اللي هنقوله في الفيديو ده ملوش علاقة بالممثل كأعمال كاملة، لأن مفيش أي ممثل في الدنيا ما بيقعش في فيلم من أفلامه. مع كامل الاحترام والتقدير ليهم، كلهم نجوم كبار، والحلقة دي هنتكلم عن أسوأ الأفلام لنجوم الشباك حاليا، والترتيب مش هيفرق معانا خالص، يعني رقم واحد زي رقم 10. ورقم 10 فيلم بابا لأحمد السقا. كان نازل وانه المفروض لايت كوميدي، بس حرفيا الفيلم ما فيهوش ضحك نهائي، بالعكس كان كل اللي فيه دمهم تقيل بطريقه غريبه، واولهم ضره. انا مش فاهم كانت عاوزه ايه، ولا المفروض كانت تمثل ازاي. كل اللي عليها تزعق او تزعل، حتى في طريقه كلامها الطبيعي كانت عاديه قوي. واحمد السقا ما ينفعش يبقى كوميدي، دمه مش خفيف. كل المشاهد بتاعته اللي المفروض فيها مواقف كوميديه ما ادهاش اي كوميدي خالص. الكاركتر نفسه مش لايق على احمد السقا. الفيلم كان عاوز واحد زي كريم محمود عبد العزيز، وبرضه كان هيفشل. الفيلم ضعيف في كل حاجة، في السيناريو والتأليف والإخراج. بجد هيفضل علامة استفهام كبيرة في تاريخ أحمد السقا. ورقم 9 معانا فيلم لف ودوران. بصوا الفيلم ده بجد فيلم فاضي وفاضي قوي. أنا عاوز حد يقول لي أحمد حلمي كان بيمثل مع مين، ولا كان بيعمل إيه طول الفيلم. يا إما كان بيتكلم مع البنت الإيطالية أو مع دنيا سمير غانم. وكمان دنيا سمير غانم مش عارف أقول إيه والله. بس إيه ده، أنت بتعملي إيه؟ الفيلم وحش بجد، وكمان مش قادرة تجاري أحمد حلمي. الفيلم مش مفهوم هو عاوز إيه، ولا اللي كاتبه عارف ولا اللي مخرجه عارف. هو معمول تقريبا علشان دنيا سمير غانم تظهر بالشرطة، غير كده ما فيهوش اي حاجه. رغم ان المفروض كان يخرج شويه كوميديا من الفيلم، اي نعم كل اللي في الفيلم ستات وفيهم ناس تقيله زي ميمي جمال وانعام سالوسة، بس للاسف رغم ان الفيلم نجح في السينما، بس اللي نجحه ان احمد حلمي كان موجود فيه مش اكتر. رقم 8 فيلم نبيل الجميل. الفيلم ده بقى حاجه غريبه لدرجه الاستفزاز. الكاست اللي في الفيلم ينجح اي حاجه، ازاي ما قدروش يمثلوا كويس هنا؟ انت متخيل محمد هنيدي ومحمد سلام ومحمد ثروت ورحمه احمد، وكلهم دمهم خفيف، بس الورق بجد كان مصيبه. افيهات رخيصه وما بتضحكش. تقريبا كل اللي اشتغل في الفيلم ده ما ضحكش اصلا، ومش فاهم ازاي كلهم دمهم كان تقيل. وقصه الفيلم اسوأ ما يكون. يعني ايه الفكره؟ وعاوز حد يقنعني ازاي ان في تاريخ محمد هنيدي لازم يطلع دور شاب وهو داخل على سن ال60؟ يا ريت نحترم عقول الناس شويه. ورقم 7 فيلم سيما علي بابا. احمد مكي هنا كان عاوز يقدم حاجه جديده، كان مقسوم لجزئين. الجزئين ملهمش لازمه. انا مش عارف احمد مكي كان عاوز ايه. يعني مثلا الجزء بتاع الفضائيين استغل نجاح حزلقوم، وكان فيه شويه ضحك خفيف، مش علشان كان مكتوب كويس، لا، كده كده هتضحك على حزلقوم حتى لو ما اتكلمش. بس الجزء التاني بقى بيض. انا مش بشتم ولا بتريق والله، هو فعلا الجزء ده عباره عن بط وفراخ وحيوانات وبيض، حاجه في منتهى السخافه. فيلم ما يفهموش غير طفل عنده 5 سنين. اكبر من كده هيتخانق مع اهله ويقول لهم عيب ومشوني من هنا. المصيبه الاكبر ان الفيلم من اخراج احمد الجندي ومن كتابه احمد مكي، اللي هو صباح الفل، يعني محدش عارف كانوا بيفكروا ازاي. رقم 6 فيلم ثاني اكسيد الكربون. بجد انا بتكلم عن الفيلم ده غصب عني. هاني رمزي في فتره في حياته كان ابتدى يعمل حاجات ما يعملهاش حد مثل مع تامر عبد المنعم. دمه بقى تقيل لدرجه ما تتوصفش. وده كان اول فيلم يبتلينا بجانا عمرو. كرهتني في الاطفال واي حد عينه خضرا. كنت عاوز ادخل اديها 100 قلم، اللي هو حرام عليكي كفايه. لا مش كده وبس، نجمه مصر الاولى دره. يا جماعه حرام، المنتجين دول بيلاقوا فلوسهم في كيس بوزو. ليه مصممين على دره؟ دمها تقيل والله، ما بتعرفش تمثل. وادوارد وهاني رمزي رياكشنات وشهم تخليك لو في السينما تمشي، ولو في البيت هتكسر التلفزيون. يا ريت هاني رمزي يرجع بافلامه بتاعت زمان. رقم 5 فيلم قبل زحمه الصيف. الفيلم ليه قصه بجد ومش اي حد هيفهمها. القصه هنا انهم كانوا عاوزين يلبسوا هنا شيحه المايوه، بس كده. غير كده مفيش اي حاجه. هو فيلم للكبار فقط، وفي خيانه، وفي ماجد الكدواني مش فاهم ليه برضه مثل في الفيلم ده. المصيبه الاكبر انه من اخراج محمد خان، ولا ما يعرفش محمد خان ده واحد من احسن المخرجين في تاريخ مصر. كفايه اقول لك انه اخرج فيلم الحريف لعادل امام. ورقم 4 فيلم حياتي متبهدله. انا الفيلم ده بجد حسسني ان حياتي اتبهدلت بعد ما شفته. قلت مسمى الغباء انك تعمل نفس الحاجه مرتين وتستنى نتيجه مختلفه. يعني انت عملت تتح وفشل، بعدها تعمل حياتي متبهدله؟ لا، وعلشان يعلي الفيلم يجيب معاني كل سابه. الله عليك، فكره بره الصندوق جابت الفيلم الارض. مش هنكر ان الفيلم فيه لقطة او 2 ضحكوني، بس كده خلاص مفيش اي حاجة تاني. افيهات تفقع وتجيب الضغط، رياكشن واحد لمحمد سعد ما بيتغيرش. فيلم ما فيهوش حسنة واحدة. جايب لي قطط ومخليهم عفاريت، وعلشان تصالحهم تجيب لهم كباب وكفتة. يعني بجد شابوه، ايه الحلاوة دي؟ ربنا يعيننا والله. رقم 3 فيلم تاج. تامر حسني قرر يقدم لنا بطل خارق كبير قوي، وعمل ضجة اعلامية كبيرة، وقلنا هنشوف حاجة ما شفناهاش قبل كده، وده بجد اللي حصل. ناخد ديد بول ونعمله بس على اسوأ،
ونحط ايحاءات جنسيه وحاجات ملهاش لازمه، وكمان نخلي تامر حسني اللي يالف الفيلم، فشل كمخرج ولسه مصمم على التاليف. ده غير دينا الشربيني اللي طلع تعمل اي حاجه وخلاص. غير القصه بقى، هو بطل خارق نقطه ضعفه البطاطس. ايه يا جماعه ده؟ وايه تقل الدم اللي في الفيلم ده؟ مش معنى ان اسم تامر حسني ينجح اي حاجه يبقى نعمل اي حاجه. رقم 2، فيلم حلم عزيز. ما نقدرش نقول ان القصه وحشه، بس ما ينفعش تتعمل بالطريقه دي. الفيلم تخطى الحدود في مواضيع كتير حرام وما ينفعش تتعمل. كمان احمد عز كان وحش في الفيلم قوي، ومحمد علي الامام كان وحش برضه. وفي مشاهد لشريف منير واحمد عز كانت غريبه قوي، زي الحته بتاعت لما قلبوها مصارعه تيران، اللي هو ايه ده؟ منظر غريب مش مفهوم. انا فعلا مشكلتي في الفيلم كله ان كان في حاجات ما ينفعش تتعمل. بالنسبه بقى لرقم 1 فانا سايبه لك انت، يا ريت تقولوا لنا في الكومنتات ايه اسوأ فيلم انت شايفه اتعمل لنجوم الشباك اللي موجودين حاليا على الساحه. وما دام وصلت لغايه هنا، تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وصلوا على النبي. سلام.